نقطة، وهي ليس لدينا علماء. وكل الناس الذين تابعوني في محاضراتي منذ التسعينيات وأنا أتكلم عن علماء الكون الذين يدرسون الفقه والشريعة، وهذا النموذج كان من قبل، يعني جامعة القرويين وكذلك جامعة الزيتونة والأزهر الشريف كذلك. فهذه الجامعات كان يتخرج منها أطباء ومهندسون ودارسون للتكنولوجيا والفضاء والفلك في نفس الوقت، يعني حافظين كتاب الله ودارسين للفقه والشريعة. هذا هو النموذج الذي كنت أتكلم عنه. ليس لدينا هذا النموذج، لا زلت أقولها إلى حد الآن بشهادة الأساتذة الجامعيين كذلك. فليس لدينا هذا النموذج، يعني علماء الكون الملمين بالفقه والشريعة. وإذا كانوا يحفظون كتاب الله يكون أحسن، يعني كان هذا هو القول. وليس جرأة على علماء الشريعة وليس جرأة على علماء الفقه، يعني بالبتات. وبهذه المناسبة يعني زارني بعض الإخوة هذو الأساتذة في الجامعات الذين يدرسون الفقه والشريعة، زارني بعض الإخوة مشكورين يعني وجزاهم الله خيرا، هذو عقلاء إنهم يدرسون الشريعة والفقه، وهم كانوا يعلمون، يعني أساتذة كانوا يعلمون جيدا قولي. فزاروني، ويعني لما تكلمنا عن هذه المسألة فهم الذين أخبرونا بأن هناك خلط وسوء فهم. فيعني وأصدرت يعني بلاغ كتابي في المسألة بأنني لا أعني يعني الفقهاء ولا علماء الشريعة، أعني العلماء الكون. يعني أطالب ولا زلت أطالب بعلماء الكون الذين يدرسون الفقه والشريعة، وهو شيء ممكن، يعني شيء ممكن. لماذا لا يكون لدينا هذا النموذج؟ هذه الأمور. وطبعا كان لابد، لأننا أثرنا مسألة المجلس العلمي الأعلى. المجلس العلمي الأعلى هو المؤسسة التي تؤطر الشأن الديني، ويعني طبعا فيها عقلاء وفيها رجال ما شاء الله وأعرفهم وأحترمهم. هذه المؤسسة طبعا هي التي تؤطر الشأن الديني في المغرب في المملكة، والشأن الديني فراعي الشأن الديني هو صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره وأبقاه ذخرا لهذا البلاد.